نحطوا لها شويه زيت باه تسهل لنا، باه تجينا سهله. شويه برك منكتروش. تحت هذه الاولى دوك نحطها بجيه ونزيد نكمل الباقي. بعد ما طرحتهم كامل دركا نغطيهم بطرشونه ونخليهم حوالي 15 دقيقه ومن بعد نطيبوهم. هذه طابت لنا دركا مليحه الجهتين، دركا نحيوها ونكملوا الاخرين ونرجعوا نكملوا الباقي. وكنديروا الحاجه المهمه في الشاباتي التونسي، نديروا البيض. كل خبزه نديروا لها حبه بيض، وهذاك البيض نحطوا له قليل من البصل. انا درت بصل اخضر هو اللي يجي مليح، وقليل من المعدنوس، قليل من الفلفل الاسود، وقليل من الملح. نخلطهم مليح. نخليها طيب. هاهي بعد ما طابت نحيوها. البيتزا تاعنا نحطو فرماج، نزيدو نحطو الهريسه. اختياريه الهريسه، هي الهريسه عند التوانسه راهي اساسيه، بصح نتوما اللي ما يحبش الحار ما يحطش الهريسه، ما يكثرش هريسه. نحط الخبيزه تاعي تاع البيض، نحط طوماطيش، نحط الزيتون، ونحط السكالوب تاعي. وهذا هو الشاباتي تاعنا، وهذه هي النتيجة النهائية. ونتمنى تجربوه وتردوا لي بالخبر وبصحتكم.